يا نهار أسود. والأول مرة الميديا دولما وصلت مصر. أهلا بيكم في ريفيو جديد في فود توداي. ايه هي الميديا دولما؟ هي اشهر اكله في الشارع في تركيا، زي عندنا في مصر كده عربيات البطاطا، عربيات الذره. شيل نشيل هو اول مكان يعمل الميديا دولما في مصر. الميديا دولما في منها نوعين، النوع المصري والنوع المستورد. المستورد في منه اوريجينال وسبايسي، اما المصري في منه 3 انواع، الاوريجينال والسبايسي والسبيشال. تعالوا ندوق. حلوة قوي زي بتاعة تركيا بالظبط. دي بقى المصري، حلوة قوي قوي. واخيرا الاكل نزل. احنا بقى طلبنا باترفلاي شريمبس. الصوص ده يا جماعه سمعت ان هو خطير. وطلبنا نوعين ميديا دولما المصري، واحد سبيشال واحد سبايس، وطلبنا من المستورد الاوريجينال. تعالوا بقى ايه ندوق كده. دي السبايس. احلى حاجه في الموضوع يا جماعه بقى ايه؟ الليمون. كتر من الليمون على قد ما تقدر. واللي احلى من الليمون الجلوفز يا جماعه بجد، يعني عشان نقعد نلغوص براحتنا. هي فعلا مش سبايسي قوي بس فيها طعم بهارات حلو، بس سبايسي عادي يعني اي حد يستحمله. دي السبيشال. ماشي نجرب برضو عشان ايه نشوف انهي اللي احلى. السبيشال احلى بكتير. دي طعمها حلوه قوي قوي قوي. ده بقى يا جماعه المستورد الاوريجينال. تمام، عايزين بقى ندوق ونشوف ايه الفرق. حلوة قوي بس يعني عادية. أنا بالنسبة لي المستوردة أقل واحدة فيهم. السبيشال المصري أديها 10 out of 10 بجد، هي حلوة بزيادة. والسبايس برضو ممكن أديها 9، هي حلوة قوي قوي قوي، بس أنا بالنسبة لي سبيشال. الباترفلاي شريمبس الناس اللي بتحب الحراق هم اللي هيحبوه لأنه حراق شوية. كده كده قلت لكم إن الدولما السبيشال هي التوب. يلا بقى ندوق اخر حاجه معانا السالاد. مكوناتها بقى هي خس ورمان وجرجير بارميجان وتشيري توميتو. اوفرول يا جماعه انا بدي شيل 8 out of 10 بعد الاكله الجميله والليمون منت الخطير ده. وهو مكانه في الشيخ زايد على وصلة دهشور في زاد برومينيد. ممشى جميل جدا، تقدر تيجي انت واسرتك كلها وتبسطوا وتقعدوا تتمشوا.